السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. شايفين بقى هنعمل النهارده احلى طاسه سجق كده هتجهزيها في 10 دقايق. الاكله يعني اللي بتنقذك في اي وقت، جنب شويه رز ابيض او جنب شويه مكرونه، او قدميها كده واعملي سندوتشات للاولاد، حاجه بجد تحفه. شايفين شكل الطبق بتاعنا حلو ازاي؟ وطعم السجق مش قادره اقولك عامل ازاي، حلو قوي. بجد لازم تجربوا الوصفه دي، سهله وسريعه. لو اول مره تشوفيني، انا اسمي شيماء. يلا بسرعه كده لايك وشير وكومنتات كتير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. انا جايبه السجق بتاعي من جزار مضمون، وطعمه بيبقى تتبيلته جميله جدا. هنقطع كده بصل شرايح، انا كان عندي البصل صغير فقطعت اتنين. لو عندك بصليه كبيره قطعيها. انا هعمل نص كيلو بس من السجق. هنقطع بقى فلفل رومي وفلفل الوان، فلفل حامي. طبعا كل ما بتبقى سبايسي بتبقى يعني رهيبه. هنقطع كل الخضار بتاعنا، وبعدين بقى هنحط طاسه سخنه كده على النار. انا مش بحط فيها اي ماده دهون خالص، لان السجق بيبقى فيه نسبه دهون كتير. ممكن بمسح الطاسه كده بفرشه بسيطه من الزيت. لكن ما بحطلهاش يعني كميه زيت او زبده او اي حاجه، وهي على طول بتنزل الدهون بتاعتها. هيبتدي ينزل بقى الدهون زي ما انت شايفه كده بالشكل ده، وهيتشوح. اول ما ينزل نسبه دهون كده كفايه وتبتدي تشوح كويس، هنفرم بقى كده 4 5 فصوص توم كبار. انا بحب التوم معي يعني، او لو عندك توم مفروم، معلقه كده صغيره مليانه من التوم المفروم. عايزه اقول لكم المفرومه دي حلوه قوي معايا يا جماعه وعمليه. للناس اللي بتقول ان هي مش عمليه، يعني لا عمليه جدا، وانا مش عندي وقت بصراحه ادق واعمل، فهي بتبقى بتوفر لي وقت جامد. السجق بقى يبتدي يتشوح كده مع الثوم، وهنا مش قادره اقول لك ريحته بتبقى تحفه. سيبيه ياخد لون ويتشوح كويس قوي ويكمل سواه في الصوص اللي هو بينزله مع ريحه الثوم. هننزل بقى بالخضار اللي احنا قطعناه. اول ما يبتدي السجق يخش على سوا كده، يعني سيبته تقريبا من 7 ل8 دقايق على النار. وبعدين نزلنا بقى بالخضار بتاعنا، والريحه هنا مش قادره اقولك. البصل والفلفل والفلفل الحامي، كله بصراحه تحفه، احلى طاسه سجق هتعمليها. بسيب بقى الكلام ده كله كده دقيقتين، وفي الاخر بقطع طماطميه شرايح. انا مش ببقى عايزه السجق متسبك يعني، بس عايزاه تظبط الصوص بتاعه. طبعا التوابل بتاعتك، لو دوقي السجق لو مش متظبط معاكي كويس، ممكن تحطي له بقى ملح وفلفل اسود، او رشه من جوز الطيبه، يعني حسب ما هو متظبط معاكي. انا السجق بتاعي كان بصراحه مظبوط جدا، بس ملحه كان قليل سنه. اوعي تستغني بقى عن معلقتين كبار كده من الصويا صوص، هيودولك طعمها في حته تانية خالص. وكمان هيخلوا الصوص اللي ينزل منها ده تقيل كده لما تسيبيه يغلي غلوتين على النار، وهيخلوا طعمها حلو قوي. ولو ناقصه ملح كمان هيظبط لك ملحها. وقدميه بقى وشايفه الجمال. والله العظيم مش قادره اقول لكم على الريحه وعلى السهوله. انا بعمل منه سندوتشات كده وبعمله جنب مكرونه، بيبقى تحفه. اللي عايز كده بياكل، واللي عايز كده بياكل، وفي كل حالاته بصراحه قمر. لو لسه بتشوفيني لحد دلوقتي، اوعي تنسيني بقى كده في لايك وشير وكومنتات كتير للفيديو. طب لو انت بتشوفيني ومش مشتركه في قناتي، هستناكي تشتركي في القناه وتفعلي جرس التنبيه عشان يوصلك مني اشعار بكل جديد، وتشوفي كل وصفاتي الجديده. بألف هنا وشوفوا لو هتجربوه، وهستنى رأيكم في التعليقات. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، وباي باي.